الوقاية خير من العلاج. تعالوا النهاردة هنتكلم عن حشرة البق أو حشرة الفراش اللي احنا دايما بنسمع عنها، ايه أسباب تواجدها في المنزل وازاي نتغلب عليها. مبدئيا كده حشرة البق أصلا بتعيش على امتصاص الدم من أي إنسان أو حيوان، يعني لو عندك حيوان اهتم جدا بنظافته. طب بالنسبة للبيت عندنا لازم نهتم ان يكون فيه تهوية جيدة جدا، ويكون في مصدر للإضاءة أو شمس كمان تدخل للمنزل. انا عارفه ان الجو حر جدا الفتره ديت ويا دوب بنقوم نعمل الحاجه بالعافيه، بس مجرد ان انت ما تفتحي الشباك بتاعك وتدخلي هواء وشمس للاوضه اللي انت قاعده فيها دايما، ده مصدر كويس جدا ان انت تمنعي الحشره دي انها تظهر في المكان اللي انت قاعده فيه. ومجرد ان انت هتجيبي اي قطعه قماش عندك وتبداي ان انت تنضفي السرير كده وان انت تشيلي من عنده اي غبار، ده كمان حاجه كويسه جدا جدا تمنع ظهور الحشرة دي بتيجي في الأماكن كمان اللي ما بيبقاش فيها نظافة، ما بيبقاش فيها تهوية جيدة، بيكون المكان رطب. عايزة اقول لكم ان الحشرة ديت بتعمل ان ما بتنقلش اي عدوى، لكن هي بتقوم ان هي تمتص كده جسم الانسان وبتسبب ليه حساسية كده او نقط حمراء كده في الجسم. ده دايما المكان اللي بتحب تتواجد فيه في المراتب، في الاماكن الضيقة اللي ما بيوصلهاش اي تهوية كويسة. طب نعمل ايه؟ كل فترة كده وانت بتغيري، يعني من شهرين ل3 وانت بتغيري كده ملايات السرير، عايزاك ان انت تهتمي بالمرتبة بتاعتك، لو تقدري ان انت تحطيها في مكان جيد التهوية او في شمس في بلكونة مثلا عندك، يبقى تمام حلو جدا، سيبيها من ساعة لساعتين تتهوى. طب ما تقدريش تعملي الحركة ديت وما عندكيش الامكانيات، تعالي اقولك تعملي ايه. تفتحي شباك اوضتك وتدخلي الشمس وتبداي تجيبي بيكربونات وتوزعيها على المرتبة كلها، وهتسيبيها حوالي ساعة. عايزة اقول لكم ان البيكربونات دي حلوة جدا، بتمتص اي رطوبة او اي روائح كريهة موجودة في المرتبة. وتبداي ان انت تنزليه البيكربونات من باي مكنسه عندك، وبيبقى كده ان احنا قدرنا ان احنا نقي نفسنا من الحشره ديت. خلي بالكم ان الحشره دي بتظهر دايما اكتر في الصيف، لكن هي بتبقى موجوده في كل الفصول، يعني طول السنه موجوده لو احنا ما اهتمناش بالنظافه بتاعتنا.